السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معايا في قناتي المتواضعة هينتس وورد. مرحبا بكم في فيديو جديد، أكلة جديدة. اليوم غادي نشارك معكم تقلية بالزيتون الأخضر بالعظم. ندوزو المقادير. هنا عندنا التقلية بعد ما غسلتها ورقدتها في الماء مالح ومع الحامض، سلقتها وصفيتها. هنا عندنا بصلة كبيرة مشلضة، مطيشة كبيرة محكوكة، معلقة كبيرة معدنوس، 3 فصوص ثوم مبشورين، معلقة صغيرة بابريكا، نصف ملعقة فلفل أسود، معلقة صغيرة سكينجبير، معلقة صغيرة كركم، هنا معلقة صغيرة سمن، والملح حسب الذوق. عندنا ربع كاس مخلط بين زيت الزيتون وزيت المائدة. هنا عندنا الزيتون للتزيين، وتقدروا ديروا حتى الحمص يعني على حسب ذوق كل واحد. هنا نمروا طريقة التحضير. هنا خديت كوكوت درت فيها البصلة وضفت عليها الزيت اللي كما سبق قلت لكم مخلط زيت الزيتون وزيت الرومية. هنا ضفت الملح على حسب الذوق، كاين اللي كيبغيها مالحة مسوسة يعني حسب كل واحد. هنا ضفت ثوم مبشور، 3 فصوص ثوم مبشورين. ضفت هنا معلقة صغيرة سكينجبير، مع نصف ملعقة فلفل أسود، بطبيعة الحال معلقة صغيرة، معلقة صغيرة كركم، ومعلقة صغيرة سمن. والسمن كيبقى اختياري كل واحد والذوق ديالو بطبيعة الحال. أنا كيعجبني كنضيفو في الأطباق ديالي. بالنسبة لي حتى هو عنده فوائد زوينة وكيعطي واحد اللمسة للأطباق. هنا غادي نخلي البصلة تشحر مزيان، ثم غادي نضيف عليها مطيشة محكوكة والمعدنوس، وغادي نضيف التحميرة ما كنبغيش نضيفها من الاول لحقاش كتلصق لي في قاع ديال الكوكوت ولا الطنجرة. كنفضل انني نضيفها حتى من ورا المطيشه. كنحرك هنا مزيان، وغادي نضيف نصف كاس ديال الماء باش ما تلصقش ليا مطيشه، وغادي نخليهم يتشحروا شويه. ومن بعد غادي نضيف التقليه. هنا كما لاحظتوا معايا ضفت نص كاس وحركت، وغادي نغطيه شويه بما تشحروا. من بعد غادي نضيف التقليه، وغادي نبقى نحركها مزيان بما اندمجت المكونات مع بعضها البعض باش تدخل ديك الإقامة في الكرشة مزيان. كنحرك مزيان. عاد غادي نضيف القدر الكافي من الماء باش غادي يطيب لينا داك الكرشة. وغادي نخليها مدة 45 دقيقة. ديك الساعة غادي نحل عليها، غادي نشوفها إلا طابت غادي نحبس نضيف الزيتون، إلا مازال غادي نخليها نزيدها شوية في الطياب. هنا كما شفتوا يعني زدت الماء على حسب، ما تضيفوش بزاف وصافي باش ما يجيش لنا المرقة بزاف. وغادي نسد عليها الكوكوت. هنا بعد ما دازت 45 دقيقة حليت عليها لقيتها طابت. غادي نضيف الزيتون اللي بطبيعة الحال سلقته في شوية الماء عادي باش يحيد داك المرورية وديك الملوحية، وغنخليهم يطبخ شوية بما تختار المرقة. اذا هذا هو الشكل النهائي للطبق ديالنا. هنا زينته بمحامض مصير، وانتم عندكم حرية الاختيار. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاكم في فيديو قادم ان شاء الله.